السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي يعرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وأعتبر القناة أنا مساحتي الشخصية اللي حابب أتكلم فيها براحتي. الفترة اللي فاتت اتكلمت معاكم وقلت لكم إن أنا نزلت تريننج في 15 واحد، وبعدها يعني فضلت تريننج لحد يوم 28 استلمت الشغل الجديد من أول يوم 28. طبعا كانت الدنيا اتكلمت فيها ان الدنيا كانتش لذيذة خالص، والدنيا كانتش لطيفة، وكان في صعوبة بتواجهني في الشغل وما كنتش عارف اتعامل في الشغل، وكانت الدنيا بالنسبة لي صعبة جدا. فالحمد لله بعد مرور شهر 3 بالكامل وخلاص نص 4، الدنيا طبعا بتختلف. اي حاجة زي ما اتكلمت قبل كده او وضحت قبل كده ان اي حاجة في بدايتها دايما بتكون صعبة، بس يوم مع التاني مع التالت مع تكرار الحاجة دي بتصبح ان هي لا، ده شيء بسيط جدا حاجة، او الشيء ده خلاص بقى شيء معتاد عندك، بقى شيء انت فهمته اكتر، استسهلته حتى لو صعب بالذي ايه. فانت مع تكراره يوميا بقى بشكل يومي بيصبح الحاجة دي شيء عندك ابسط واسهل. فالحمد لله لما انا اتعاملت في الشغل الدنيا مشيت تمام، والدنيا بقت الطف من الاول. لا يعني في فرق كبير جدا طبعا، يعني اول اسبوع غير تاني اسبوع غير تالت اسبوع غير اول شهر. لا الدنيا بتختلف، والدنيا الحمد لله بتصبح اسهل بسهل، بتبدا تفهم الدنيا اكتر، بتبدا تعرف الانفو كامله، بتبدا تعرف اي ديتيلز مختصه بالموضوع او خاصه بالشغل بتاعك. فالحاجه اللي انا اكتشفت فعلا يعني ان لازم ناخد برضه منها جدا، ان انت بتتعامل في تيم او بتتعامل في بيئة عمل او بتتعامل مع ناس. فانا كنت طول الوقت او طول حياتي كنت بحب جدا بيتي، كنت بحب جدا اوضتي، كنت بحب جدا سريري، كنت ممتن جدا، او انا كنت انطوائي وبحب جدا ان انا ابقى قافل على نفسي كده، ما اتعاملش مع ناس كتير، اقول لا انا مش محتاج للناس. ما بتعامل في شغلي كنت اغلب شغلي كان مع بي سي، ببقى مثلا على مكتب ولابتوب قدامي، فانا بتعامل مع آلة او جهاز. فما كانش فارق معايا جدا حته ان الناس انا اتكلم معاهم، حتى لما كان بيجي مثلا حد وقت كنت شغال في العقارات يفتح معايا كلام او كده، كنتش ببقى مهتم ان انا افتح كلام، اللي هو لا يعني انا مش مهتم ان انا افتح معاك كلام، انا مش عايز اتكلم معاك، انا عايز اخلص شغلي وخلاص ارجع على بيتي على اوضتي معايا موبايلي مسلسلاتي نتفليكس. كانت الوضع مختلف خالص. فلما نزلت دلوقتي طبعا شغل في بيئة عمل، اي نعم انت بتتعامل مع بي سي بس برضو معاك تيم، فانت بتتعامل مع تيم، بتتعامل مع ناس في الشغل، معاك زمايلك في الشغل. فالموضوع حاسه ما بقاش يعني انا بحب الناس، ولما خلاص بتيجي مثلا انا اتحط في وضع معين، لا انا لازم اتاقلم على الوضع الجديد ده. ما ينفعش مثلا تكون بيئه العمل الخاصه بيا او اللي انا فيها محتاج ان انا اكون اجتماعي، او ان انا اكون بتعامل مع الناس كويس، او ان انا اعرف اتعامل مع الناس كويس، وانا لا اقول لا انا مش عايز اتعامل مع الناس، انا حابب انا انطوائي وانا دي شخصيتي. لا هو احنا يعني كلنا فينا جزء انطوائية شوية وفينا جزء اجتماعي شوية، على حسب أنا بتطغى على التانية. بس أنت في شغلك محتاج إن أنت تكون اجتماعي وبتتعرف على ده وبتتكلم مع ده. وطبعا اي طبيعه عمل او اي بيئه عمل يعني انا اكتشفت ان هي محتاجه كده، دي شطاره ان انت تبقى عارف ده وده وده وده، وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده، وتظهر نفسك لده وتظهر نفسك لده، اللي هو انت تماركت لنفسك، او يعني العلاقات هتفيدك فيما بعد. بس مش دي البوينت بتاعتنا، او مش دي النقطه بتاعتنا. النقطه بتاعتنا اللي هي ابسط حاجه خالص، ان انت بس تعرف تتعامل مع الناس. فانا اكتشفت ان انا فعلا لا يعني بتعامل مع زمايلي وزملاتي في الشغل اكتر من مره يحصل دروب بيني وبينهم، بسبب ان انا ما عنديش مهاره في الحته دي شويه، او ان انا عندي مهاره بس ان انا اشوفك النهارده هنقعد مع بعض شويه خلاص هتلاقيني لطيف وده معاك. بس بقى لما يبقى في شويه عشره او كده، لا هتلاقي مثلا في حاجه بتقع مني في وقت مثلا ما بعرفش اتعامل. وانا متبني فكره حته ان انا يعني الشغل او زمايل الشغل غير صحابي بره. انا صحابي بره بكون على طبيعتي معاهم جدا، مفيش اي مشكله لو حتى وقعت في حاجه او غلطت في حاجه ما بتفرقش معايا. لكن زمايلك في الشغل لا، انتوا مجرد زمايل في الشغل، فالموضوع بيبقى لا في حدود شويه، في رسميات شويه. فانا ما كنتش متعود على ان انا يعني في بيئه عمل او ان انا اتعامل مع ناس زي كده. فلا يعني بيحصل حاجات وانا بتضايق. يعني انا من الناس اللي الانسانيات بتعنيني جدا. انا بتضايق مثلا لو يعني على سبيل المثال لو ناديت زميلي مثلا باسم غير اسمه، قلت له محمد هو اسمه حسين، فدي بتعنيني جدا، اللي هو مثلا بياخد على خاطره او بيتضايق. يعني دي كمثال بسيط. فلا احنا محتاجين بصراحة، او انا محتاج شخصيا جدا اعرف مهارات التواصل. يمكن كل كتب كنت بقرأها، يمكن الحاجات اللي كنت بشوفها في فيديوهات كنت باخدها بشوفها فادتني شوية، بس مش هتتعلم اكتر او مش هتفهم اكتر لما تنزل في بيئة عمل وتتعامل مع ناس وتعرف ازاي تتعامل كويس مع الناس. اللي انا حابب بس اوضحه ان ده طبيعي يحصل معايا وطبيعي يحصل مع ناس تانية، لان احنا لسه بنكون
في بيئة جديدة او وضع جديد او حياة جديدة ما كناش متعودين عليها قبل كده، فهناخد بس فترة نتعود، هنفهم، هنغلط، هنقع، هنعرف ايه غلطنا، هنصححه. الفكرة بس ان احنا نتعلم من الغلط اللي احنا نقع فيه، وما نخليش بجد يعني حاجة حصلت خلاص اتعلم منها وما تخليهاش تأثر عليك، يعني ما تضيعش بقى باقي يومك او باقي حياتك عشان انت غلطت في حاجة. لا، غلطت فيها خلاص، عدلها. لو في امكانيه انك تعدل، مش امكانيه انك تعدل خلاص اتعلم منها وخليها ثابته في دماغك وخليه درس ليك، وكمل حياتك عادي خالص طبيعي جدا. ده اللي كنت حابب افضفض فيه معاكم النهارده، وده اللي كنت حابب اتكلم فيه معاكم النهارده. حابب بجد اليوتيوب يمكن هاكد على ده في كل فيديو، وحابب ان انا اكمل، ممتن جدا ليكم ومستني دعمكم طبعا اول باول. وما تبخلوش بالكومنتس، يعني يمكن انا بالنسبه لي اللايكس مش تعنيني اكتر من الكومنتس حاليا، يعني حاليا بجد اللي يعنيني الكومنتس ورايكم والبوزيتيف، الكلام الحلو اللي هو بيخرج منكم علشان انا يشجعني اكتر اكمل. من هنا لحد اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.